يا دكتور ابني مش بيقعد ثانية واحدة، طول اليوم بيتنطط على الكنبة ومش مركز في حاجة، بس كل الناس بتقول لي ده عادي، كل الأطفال كده. طب هل هو فعلا طبيعي ولا ممكن يكون عنده فرط حركة وتشتت انتباه؟ أنا دكتور يوسف، استشاري طب الأطفال والمتخصص في أمراض تطور الأطفال، وفي الحلقة دي هساعدكم إنكم تفرقوا بين الطفل الشقي والطفل اللي محتاج تقييم حقيقي. مبدئيا ايه هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه او ال ADHD؟ ال ADHD هو اضطراب عصبي بيأثر على تركيز الطفل، قدرته على التنظيم وسلوكه الحركي، وبيظهر في 3 جوانب رئيسية. اولا تشتت الانتباه، مش بيركز، بينسى، بيسيب الحاجة قبل ما يخلصها. فرط الحركة، بيتحرك كتير مش بيقعد مكانه. والاندفاعية، بيقاطع الكلام، بيرد بسرعة وبياخد قرارات من غير ما يفكر. ومهم جدا نعرف ان مش كل طفل شقي عنده ADHD، ومش كل طفل عنده ADHD لازم يكون شقي. في انواع من ال ADHD بتنحصر بس في تشتت الانتباه من غير اي فرط حركة. تعالوا بقى زي ما احنا متعودين ببساطة اقول لكم الفروق بين الطفل الشقي والطفل اللي عنده ADHD. الطفل الشقي بيتحرك كتير، بيتحرك كتير، ولكن بيقعد لما تقولي له يقعد حتى لو بعد شوية مقاومة. بيبقى عارف القواعد ولكن ساعات بيكسرها علشان يلفت الانتباه. الطفل بقى اللي عنده ADHD مش قادر يقعد حتى لو هو عايز يقعد، وصعب جدا يتبع التعليمات حتى لو التعليمات دي عبارة عن لعبة. ما يقدرش يكمل لعبة اكتر من 5 دقايق. بينسى حاجاته اليومية باستمرار زي الشنطة، الجاكيت، الكتب. واهم نقطة ان السلوك ده بيظهر في كل الاماكن، يعني في البيت، في المدرسة، في النادي. الطفل اللي عنده ADHD سلوكه اللي فيه تشتت انتباه وفيه فرط حركة ثابت في كل الأماكن. دي واحدة من أهم النقط اللي بتفرق لنا ال ADHD عن أي اضطراب تاني. تعال بقى نشوف الفرق بين الطفل اللي عنده ADHD والطفل الشقي في جدول ظريف يلخص لنا الفروقات اللي احنا اتكلمنا عليها زي ما احنا متعودين. الطفل اللي عنده ADHD ما بيقدرش يقعد حتى لو هو عاوز يقعد، انما الطفل الشقي بيتحرك كتير بس لا بيستجيب لما تطلبي منه انه يقعد. الطفل اللي عنده ADHD مش قادر يلتزم بالقواعد حتى لو حاول، انما الطفل الشقي بيكسر القواعد احيانا وممكن تكون للفت الانتباه. الطفل اللي عنده فرط الحركة وال ADHD بيتنقل من نشاط للتاني من غير ما يكمل النشاط اللي بدأه، انما الطفل الشقي بيكمل لعبه او انشطته لو هو عاوز. الطفل اللي عنده ADHD بيلاقي صعوبة في التركيز حتى في اللعب اللي بيحبها، انما الطفل الشقي بيبقى مركز لما يتحفز بحاجة هو بيحبها. واخيرا ودي نقطة مهمة جدا جدا زي ما قلنا، الطفل اللي عنده ADHD سلوكه باين في كل مكان، في البيت، في المدرسة، في النادي. الطفل الشقي حركته اكتر في البيت مع الاهل. يبقى المعيار المهم هنا، هل السلوك ده بيأثر على حياة ابني، على تعليمه، على علاقاته؟ لو يبقى لازم نتحرك. طيب امتى بقى اروح للدكتور؟ هنا هلخص لكم العلامات اللي تخلينا نقول هل الطفل ده فعلا ممكن يكون عنده ADHD ومحتاجين نروح للدكتور ولا لا. لو ابنك او بنتك عندهم اكتر من 6 سنين ولسه بيعانوا من تشتت انتباه ملحوظ، فرط حركة مستمر، صعوبة في العلاقات او التعلم، والاعراض دي ثابتة في كل مكان موجودين فيه، المدرسة، البيت، النادي، يبقى لازم نروح لطبيب اطفال متخصص في امراض تطور الطفل. طيب انا يا دكتور ابني مش بيركز قوي او حاسه ان هو شقي شويه ولكن مش شايفه علامات من علامات الخطوره اللي انت بتقول عليها، هل في حاجات ممكن اعملها في البيت تساعد شويه اني اكتشف هل ابني فعلا شقي شويه ولا ممكن يكون عنده حاجه اكبر زي ال ADHD؟ ممكن طبعا. تعالي اقولك على 6 حاجات نعملها في البيت ممكن تساعدنا نكتشف هل فعلا الموضوع ده مجرد شقاوة وخلاص وهتتحسن مع الحاجات دي ولا فعلا الموضوع اكبر. 1، نحط روتين واضح وثابت، جداول يومية تساعد الطفل يعرف ايه اللي جاي وبالتالي تقلل التشتت. 2، نجزأ المهام، يعني بدل ما تقولي لبنتك روحي رواقي اوضتك، لا نقسم لها الموضوع، يعني روحي لم اللعب، بعديها رجعي الكتب مكانها.
ندي الطفل مكافآت صغيرة وفورية، يعني كل ما ينجح في مهمة بنديها له نشجعه ونكافئه عليها فورا. نقلل المشتتات، يعني مثلا وقت المذاكرة الطفل يقعد على مكتب فاضي مفيش شاشة جنبه ومفيش اخواته حواليه. نخلي الطفل يمارس رياضة بانتظام، ويا ريت لو يوميا. الحاجة دي هتخليه يفرغ طاقته وتساعده انه يركز بشكل ملحوظ. نتكلم مع المدرسة، المدرسين المفروض يبقوا عارفين ازاي يتعاملوا مع الطفل ويساعدوه انه ينظم نفسه. مش كل طفل شقي عنده ADHD، ولكن لو شكك في محله يبقى لازم نتحرك بدري. التدخل المبكر في ADHD بيغير حياة الطفل وبيريح البيت كله. ولو عجبتكم الحلقة شاركوها مع حد يكون عنده نفس السؤال، ابني شقي ولا عنده ADHD؟ واستنوني ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هكلمكم عن ألعاب تساعد على تنمية التركيز والانتباه عند الأطفال. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، أشوفكم على خير.